بخطوات ثابتة شقت صابرينا صاحبة 20 سنة طريقها في عالم رياضة الكاراتيه دو، صانعة لنفسها اسما وباحثة عن التألق والنجومية مع نادي أبطال المستقبل بولاية سيدي بلعباس. بديت على دو 9 أنا دخلت باسكو كنت نبغي هاد الهواية تاع كاراتيه دو. من بين أحد أبطال هذا النادي والتي ظهرت بأحسن صورة مشرفة في البطولة الولائية. 23 ميدالية بين الذهبية الفضية والبرونزية حصدتها صابرينا في فن الكاتا والكيميتي ضمن مختلف البطولات الولائية والجهوية بعد عمل وانضباط يشهد به الجميع. شاركت في بطولة ولائية وحققت مرتبة أولى كاتا، مرتبة أولى كيميتي بميداليتين ذهبيتين، وحققت بطولة جهوية أيضا مرتبة أولى كاتا، مرتبة أولى كيميتي في صنف آمال وأكابر بميداليتين ذهبيتين. الإنسانة المنضبطة سواء رياضيا سواء دراسيا. أنا شرفتنا ديجا في البطولة الولائية والجهوية وإن شاء الله في البطولة الوطنية. تبقى ابنة مدينة بلعباس من بين الكثيرات اللواتي شرفن الجزائر رغم نقص الإمكانيات التي تشهدها هذه الرياضة.